كي نحكيو على الكوميديا في تونس لازم باش يجي في بالك كبارات كيما لميا النهدي ولا كمال التويت، ممثلين عملوا ادوار كوميديه خلدها الجمهور كيما سفيان الشاري في دور السبوعي ولا خالد بوزيد في دور الفهد. لكن الفيديو هذا مانيش باش نجبدو شخصيه واحده، الفكره انه باش نحكيو على ثنائي كوميدي هما ديجا مش ثنائي بالمعنى الحرفي خاطر معظم عملهم خدموها فردين، لكن اقوى عملهم كانت عمل ثنائي. الثنائي اللي باش نحكيو عليه هو كريم الغربي وبسام الحمراوي وكيفاش بدايتهم ابرز عملهم مع بعضها. باش نحكيو على الثنائي هذا لازم اولا نحكيو على بنايتهم الفرديه. كريم الغربي واحد من اكبر الممثلين الكوميديين في تونس، الحاجه اللي ما يعرفوهاش برشا عباد انه كريم قدم برشا مسرحيات قبل التلفزيون. الوقت اللي كان فيه تديون خدمته في المسرحيات كونت الكريم معرفه كبيره بالدومين تاع التمثيل وبقدرته الكوميديه. بعد ما تخرج كريم من الجامعه انا هو صحابه من البطاله، في نهار من نهار قابل هو صحابه في القهوه ويحكيوا على البطاله، جيهم فكره انه يحاولوا يعملوا فيديو قصير وصلوا بيه خدمتهم خير من انهم كل مره مقدمين على خدمه ما يتقبلوش. الفكره تعجبهم، يقرر كريم مع اصحابه يعملوا سكيتش قصير، صوروا بالتليفون وجابوا شويه بش من عندهم ومثلوا في الدبو فيرة. السكتش عجب مخرج معين اللي وصله لقناة فيرست تي في، القلب بتاعه على التلفزيون في نفس الوقت هبط على اليوتيوب وجاب فيوز بالملايين. بعدها بمدة كريم الغربي تجيه فرصة تمثيل دور صغير في مسلسل ريسك على قناة حنابال. الدور الصغير هذاك هزوا لواحد من أقوى البرامج في تونس. لاباس مع نوف العردين إدم شال وكريم الغربي وقتها مع نعيم الجاني باش يحكيوا على تجربة المسلسل. في وسط الأحداث استغل كريم الغربي فرصة باش يوري مواهبه للجمهور. بعدها بمدة كريم الغربي يخرج يقدم ستاند اب في برنامج لاباس يحكي فيهم على مواضيع عامة عاشها في حياته، والجمهور عجبه الستاند اب اللي جاب فيوز بالملايين واليوم من هذا مازال معروف. مرحبا بك. انا في السنين اللي قعدتهم بطال اكتشفت حاجة، اكتشفت اللي انا من صغرتي مستقبلي تسطر ومن نجم نطلع كان زوالي. بسام الحمراوي كما يعرفون الناس خدم في برشا مسرحيات مع ممثلين كوميديين اخرين كيما فيصل الحضيري اللي بدا مسيرته معاه في برشا مسرحيات كيما ستاند باي وسايبني نحلم. الثنائي هذا خرج من التلفزيون في برنامج لاباس يقدم في ستاند اب اسمه مبروك ومباركه. مرة عندي اما النائب تو مش بعشان اخوي. وش بيك انت واش قام عليك هكا فجأة بين ليلة وضحاها وليت كموش هكا وقرنيتك وليت نعمل في السياسة تعمل في الشاشة بب عملت حزب لا مش حزب سياسة التقشف بعدها بمدة يظهر كضيوف وفيصل في برنامج كلام الناس في التونسية اللي تكون أول مرة يظهر فيها بسام في التلفزيون يتحدث فيها على خدمته في العروض والمسرحيات اللي قدمها. تلميت انا ومعز وكريم المنتج وبسام في قهوه حكينا على بروجي هات نلموا الشيء اللي انتم تخدموا فيه ونخدم فيه هنا البحث اللي نبحث فيه هنا سيسا. تلمينا معناها بريسك عام باش خرجنا البرودوي هذه. ستاند باي نعتبرها نقطة متاع البداية متاعي في المسرح، بالرغم اللي أنا متخرج من المعهد العالي المسرحي وخدمت برشا معناها مسرحيات محترفة ماهيش في الهواة. اخرج معز القديري نرجع لك. بداية كريم الغربي وبسام الحمراوي كانت فردية في الدومين، كي خرجوا للتلفزيون نجحوا كانوا معاهم نجوم أخرين وقتها، كريم مع زين العابدين المستوري وبسام مع فيصل الحضري اللي جماعة الكوميديين مع بعضهم كان برنامج لاباس وقناة الحوار. وظهور هالفنانين مع بعضهم في نفس البرنامج حول برنامج لاباس في وقته لأنجح برنامج في تونس وكان نقطة عبور لهذا الثنائي. والله صبيت لك لايت وانا جايه اخي تزلب حفاية انت تقولي لي صبيت لك لايت وما وصلني شيء، اقسم بالله العظيم غريبة فيك وانا عاطي فيك الثقة. والله حبي صبيت لك لايت بسم الله عليك سكر صبيت لك لايت وجبت لك قضية ما عند الحماس. رمضان 2016 قدم قناة الحوار التونسي سيت كوميدي جديد يجمع معظم الفنانين الكوميديين اللي ظهر في لاباس كما فيصل الحضيري كريم الغاوي وبسام الحمراوي وممثلين كبار كما نعيم الجن وصادق حلواس. السيت كوم يحكي على صبي لاس فيغاس اللي تبلت حياته بعد ما ولا عنده 2 مليار 720 مليون اللي سرقهم من البرنس وكيفاش ولا يعيش بعد ما ولا غنيم مع جن البرنس يتبع فيه على فلوسه. ظاهر الشخصية اللي تحاول دغري فيه على فلوسه صاحبه سانكوح. سيت كوم دنيا أخرى ضرب في تونس وشخصية سانكوح ولت وجه جديد للكوميدي في تونس. انك موبد انك اسمع حطوك برلو الله. مسلسل زيد يكمل جزء ثاني وثالث ورابع نشوف فيه ممثلين اخرين كبار في الساحة كما جعفر الكازمي وجوه كوميدية ساعدة كما وسيم ميغالو. والوقت هذا الناس مازالت تتفرج في السيت كوم على اليوتيوب ولي حلقاتها الكل جايبين فيوز بالملايين. أمور رمضان يجمعنا بالذكر ويمتعنا.
في نفس الوقت اللي تعرض فيه مسلسل دنيا أخرى عام 2016 ظهر برنامج جديد بعد لاباس يرجع نوف في تاني ومعاه مجموعة من الكرونيكور كما باي الزردي فوزي بن قمرة ومسيم ميغال. البرنامج هذا كان طبق الأصل على لاباس لكن ركز على الكوميديا بالأساس. وفي البرنامج كمل كريم وبسام خدمة سكتشات. ماكش في بالك خانق روحي هاي قالت البس هذه يا حبي هذه فازة يعملوها في الريستوران الكبار. انا ريستوران نعرفها راه غدا يجبد بك الكرسي باش من بعد يتيح ويضحك عليك هو السيرفرات الاخرين ويهبطوها. انت نعرفها يهبطوها فيسبوك وواحد نعرفها برا صاحبي. عايش حبي اللي كان معظم البرنامج سكتشات بين كريم وبسام وميغال، وذاك اللي وصل القيمة الجماهيرية للبرنامج وخلاه ينجح، خاصة وانه البرنامج كان في نفس العام تعرض فيه دنيا اخرى. وحتى تلاحظ انه في برشا شخصيات من البرنامج مثل في المسلسل كما خولة سليماني. والبرنامج كمل حتى السيزون الثالث عام 2019 وبعدها توقف. مع واحدة جيتوا مع واحدة شعرها اصفر لابسة سروال مقطع. خليك عليك اختي. عام 2019 كالعادة يرجع الثنائي لينا مش بسيت كوم ولا برنامج، لكن هذه المرة مسرحية دوبل فاس. المسرحية نجحت انها تعبي الكريس النقديا كانت فاشلة، ضعف المضمون المسرحي وتشابه كبير بينها ومسرحية ماهوش موجود، وبرشا مشاهدين ما عجبتهمش الإيحاءات في المسرحية وراو انه مسرحية اشبه بالسكتش في التلفز اكثر منه مسرحية. في نفس العام هذاك يهبط سيت كوم جديد في رمضان في عود دنيا اخرى قسمته خيرين. المرة هذه كريم وبسام مثل اخوة ما يشبهوش لبعضهم، كل واحد فيهم فرد لايف ستايل. والفكرة انه كريم الغربي بعد ما مات بوه عرف انه عنده اخوه ولازم يقسم معاه الورث. سامحنا يا سي توفيق. الله يرحمك يا سي عبد الله. ابكي ولا فوق ابكي. والمسلسل ما نجحش برشا وكمل بسيزون واحد. في عام 2020 يرجع بسيزون الرابع والاخير من دنيا اخرى. ايش قولك في ولد الفيراج الصحيح يدي احمر واسفر دم الذهب يا بنتي يا احمر واسفر يكذب عليك ريت ينك عيني تمرض هذه تحمر وهذه تصفار تلمو نحب التراجي دو. لا مانيش مكشخ. عام 2021 سيتكوم جديد على الحوار كالعادة ابن خلدون. المرة هذه الثنائي يرجعوا يمثلوا مع جعفر القاسمي ومجموعة من الممثلين المعروفين كما صلاح مصدق حنان الدشراوي ومثل معهم زاد النورد واللي سوء تمثيل وضحك أكثر من المسلسل بكل. سيتكوم كالعادة نجح طفيف لكن ما وصلش للجمهور كما دنيا أخرى اللي خلاه يكمل في سيزون واحد. زبين اسمعني ايش قلت زبيل؟ عليه خويا ربي العمل عليك عليه الكلام الماست منين زبيل خويا عامل نظافة. سمعتوش خلاص انت عامل نظافة وانا عامل ناموس. تتذومر عربوش يا اخي انت تحب واحد يشد يطيح لك قدرك قاعد تضحك فيهم. عربوش ما تضربش الكهرباء عليك عربوش ماني ملون خويا. عام 2024 يهبط فيلم جديد في تونس سوبر تونسي اللي بعدها يولي سيتكوم في رمضان. أول مرة هذه على قناة نسمة اللي جابت الثنائي وحطته مع الممثل الكبير كمال التواتي. سيتكوم المرة هذه ينجح في استقطاب الجمهور برغم انه برشا تشكاو من فكرة انه الفيلم يتحول لسيتكوم. ماش سوبر هيرو كيف تخيب واحد يوقف تراب يديه انا تاكسي ما تخفليش. في عام 2025 الثنائي ينقسموا ويخرجوا بزوز أعمال. صاحبك راجل أنجح أعمال في رمضان 2025 الكريم الغربي. معناها السيد تحت منا وانت تتبع فيه على خطيب 60 دينار. سيتكوم أريل قدام اللي أنجوا وأخرجوا ممثل فيه بسام الحمراوي ولا تصدر اللي توفي سوايع الحلقة تجيب أكثر من 100,000 فيو وبرغم ما طلبك من قنوات كبيرة إنهم بسام رفض يتعرض على التلفزيون. ضربة اثنين اهبط مين شاقة تاكسي في الخلايا ذاك. لا يا اخوي خلينا نتوكلوا على ربي برا. وين ماشي بابا؟ ويهزني حي النصر. وين؟ حي النصر. وهكا نكون وصلنا لآخر الفيديو. ما تنساوش اللايك والسبسكرايب.